بيكم فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اقدم لكم مراجعه سريعه لذيذه خفيفه عن الايفون الجديد الايفون 17. اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. بص الفيديو ده هيبقى عباره عن رايي بصراحه، العيوب المميزات سعره، هل يستاهل انك تشتريه ولا لا. يلا بينا نعرف المواصفات بتاعته الاول وبعد كده نخش على المميزات، بعد كده العيوب، وبعد كده اقول لك هل يستحق انك تشتريه ولا لا. اول حاجه المواصفات الاساسيه بتاعته. الشاشة بتاعته هنا 6.3 بوصة. الشاشة هنا OLED سوبر ريتاينا XDR وبتدعم ال 120 هرتز والبرو موشن. المعالج هنا بتاعنا ال A19 الجديد من ابل. التخزين هنا بيبدأ من 256 وبيوصل ل 512. الكاميرا الخلفية كاميرتين، واحدة 48 ميجا بكسل رئيسية والتانية الترا وايد. ده انا بتكلم كل ده على البرو. والكاميرا الاماميه ال 18 ميجا بكسل. الوزن الموبايل تقريبا حوالي 177 جرام. السمك تقريبا 7.95 مللي. مكون الميه والغبار بمعيار اي بي 68. الشحن هنا شحن سلكي سريع 35 واط، والشحن اللاسلكي الميجا سيف او الكيو اي، بس السرعه مش بنفس قوه بعض المنافسين. الشحن هنا بيدعم الشحن السريع 35 واط السلكي واللاسلكي. الوانه اللافندر والسيجا والميستا بلو والوايت والبلاك. دي مميزات الايفون 17 برو. اما البرو ماكس بيفرق حاجات بسيطه قوي، اللي هي 512 والكاميرا اللي هي فيها زوم. كل ده انا كنت بتكلم على الايفون 17. اما بقى بالنسبه للبرو ماكس فهو بقى في 4 كاميرات ورا بدل 3. الكاميرا الرابعه دي ابل مسمياها الترا تيلي فوتو او التقريب الفائق، ودي تقريبا بتدي تقريب بصري لحد 7x من غير ما تفقد الجوده. والكاميرات التانية زي ما متعودين الاساسيه 48 ميجا بكسل مع تحسينات في التصوير الليلي والتصوير الواسع الالترا وايد 48 ميجا بكسل. وحسب كل نسخه في زوم لحد x7 وفي زوم لحد x5 تيلي فوتو. والكاميرات الجديده الالترا تيلي فوتو للزوم البعيد جدا. ده غير ان السوفت وير بقى فيه مميزات زي السمارت HDR 6 وتحسين كبير في التصوير الفيديوهات خصوصا في الاضاءه الضعيفه. وهقول لك سعر البرو ماكس برضو في الاخر. تعال اقول لك المميزات بتاعته. وخلي بالك برضو في البرو ماكس فيه بيوصل لحد 2 تيرا، بس كل ما بتزود في المساحه بتاعته كل ما بتزود في الفلوس. يعني ال 2 تيرا دلوقتي وصل في مصر 145 الف جنيه، فعشان كده مش حاطينه في انا مش حاطه في الحسبان. تعال اقول لك المميزات بتاعته. الشاشه بتاعته ممتازه جدا في السطوع بتاعه عالي جدا والالوان واضحه وبتدعم ال 120 هرتز، يعني هيخلي الاستخدام سلس جدا وممتع. التخزين الابتدائي بتاعه من 256 زي ما قلت لك، دي خطوه حلوه جدا اللي بيستخدم مساحه كبيره عشان الصور والفيديوهات والتطبيقات. اداء المعالج الجديد ال A19 سريع جدا، ومتوقع منه انه يتعامل مع العاب كتير وتطبيقات كتير بالذكاء الصناعي. مقاومه جديده للصدمات والميه والغبار، وده بيدي راحه بال انك ما تهتمش بالموبايل كل شويه. كده خلصنا المميزات بتاعته. تعال اقول لك على شويه عيوب. العيوب دي مش عيوب قويه او قاتله، في ناس ممكن ما تستحملش العيوب ديت، فبرضه لازم نعرفها. الشاحن السلكي بتاعه 35 واط، هو مش الاسرع لو قارنته ببعض المنافسين اللي وصلوا دلوقتي 65 واط واكتر كمان. ده ممكن يخلي الموضوع مزعج لو انت محتاج تشحن بسرعه. البطاريه رغم انها متطوره وشويه عن الجيل اللي قبله لكن مش فرق ضخم، ممكن تحتاج تشحن قبل ما تنهي اليوم او لو هتستخدمه استخدام تقيل. السعر في مصر عالي جدا خصوصا مع الضرايب والجمارك والضمان المحلي. مفيش تغييرات ضخمه جدا من ناحيه التصميم للمستخدم العادي. لو انت مش مهتم بالكاميرات كتير او الزوم او المواصفات الفخمه، الفرق ده مش هيكون كبير بالنسبه للايفون 16. تعال بقى اقول لك رايي الشخصي. بص بقى، لو انت استخدامك متوسط ادوات التواصل الاجتماعي، فيديوهات، شويه العاب، الايفون 17 بس هيوفر لك تجربه ممتازه، وخصوصا الشاشه وقوه التحمل بتاعت الموبايل. لو انت بقى من الناس اللي بتحب تتصور كتير او محتاج زوم قوي او مواصفات عاليه، فاعتقد انك لازم تشتري الموديل الاعلى البرو او البرو ماكس. وكمان لو السعر مهم ليك وعايز
تحس بفرق سعر، فانت لازم تستنى شويه لحد ما السعر بتاعه ينزل شويه، لان الحاجه اول ما بتنزل سعرها بيبقى عالي جدا، بعد كده بيبدا ينزل واحده واحده. باختصار مفيد جدا. الموبايل الجديد فيه كاميرات جديده بتعمل زوم قوي جدا، والمعالج الجديد بقى سلس وسريع، لكن مفيش فرق كبير في البطاريه، والتصميم والالوان الجديده جميله جدا. وباختصار كده لو انت مهتم بالكاميرات والزوم فانت لازم تشتري الايفون 17 برو ماكس. اما بقى لو مش مهتم بالكاميرات فانت خليك في ال 16 او ال 17 بس. ولو عايز مقارنه ما بين الايفون 17 والايفون 16 يا ريت تقول لي في كومنت تحت. انا وصلت نهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، واحب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.